زي ما في ناس عايزه تخس في ناس برضو عايزه تزيد. يعني لو انت عايز تخس فالفيديو ده مش ليك، ركز معايا. اللي عايز تزيد عشان تعرف تزيد ازاي. Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made a right before, darling. لو انت نحيف او رفيع فركز معايا في الكلام ده قوي. لازم تعرف اول حاجه ايه السبب اللي مخليني رفيع. الحرق عندي عالي ولا عندي مشكله تانية؟ فطبعا لازم تعرف ايه المشكله اللي عندك عشان تعرف تزيد ازاي في الوزن. اول حاجه هتعملها لو انت الحرق عندك مبالغ فيه، لو انت بتاكل كويس وشايف ان انت ما بتزيدش، اول حاجه هتعملها لازم تعرف انت عندك مشكله ولا لا. يعني هتحلل وتمشي في الكلام ده او تتابع مع دكتور تغذيه او كده. لو لقيت ما عندكش اي مشكله فكده ممكن يبقى الحرق عندنا عالي، وهنعمل الكلام اللي هنقوله ده كويس. اول حاجه هنعرف احنا جسمنا بيحرق قد ايه. طب هنعرف ازاي؟ هنعمل ميزان انبادي هيجيب لنا التفاصيل كلها، جسمنا بيحرق قد ايه والاحتياج بتاعنا ونسبه الدهون ونسبه الميه ونسبه العضل، وهيجيب لك التفاصيل دي كلها. وبعد كده هنكفي الاحتياج بتاعنا من الاكل بنظام غذائي. مش هينفع ناكل عشوائي طالما مفيش نتيجه معانا. ما تسمعش لحد يقول لك خد براشيم، اصل خد الوصفه دي هتتخنك، اصل اشرب الكلام ده هيتخنك. الكلام ده مفيش منه. كل حاجه بالعقل وبالطبيعه هتوصل للهدف بتاعك. اهم حاجه تمشي بالنظام اللي بقول لك عليه. يبقى اول حاجه هنعمل ميزان انبادي، تاني حاجه هنعرف احتياج جسمنا ايه بالظبط من كربوهيدرات وبروتينات والسعرات الحراريه اللي احنا محتاجينها، تالت حاجة هعمل نظام غذائي للي جسمي محتاجه وهزود عليه لأن أنا محتاج أزيد في الوزن. كل ده طبعا بنظام التغذية بالأكل اللي احنا المفروض هنعمل له طبعا فيديو تاني بالتفاصيل بالأكل بالكلام ده كله. أهم حاجة تعمل لنا اشتراك عشان يوصل لك كل جديد، وبالتالي جسمك هيزيد غصب عنه، لان 1+1=2. مفيش حاجه اسمها اصلا انا عملت الكلام ده او انا هعمل الكلام ده ومش هزيد، اصلا انا جربت حاجات ياما. الكلام ده مفيش منه. انت هتزيد يعني هتزيد. اهم حاجه تمشي بالخطوات. وعشان ما تزيدش دهون نطلع من نقطه رفع او النحافه او الكلام ده واخش في نقطه اللي انا ابقى تخين قوي او عندي نسبه دهون عاليه. فانا هعمل النظام بتاعي، ويا ريت لو انا هتمرن فهيبقى انا كده يعني بروفيشنال طبعا. هبقى اتمرنت واديت احتياج جسمي اللي هو عايزه، فهوصل لنتيجه جميله وهتعجبني، عضل مش دهون. وان شاء الله هنعمل فيديوهات كتير عن الموضوع ده، لان زي ما في ناس عايزه تخس وبنعمل لها فيديوهات، في ناس عايزه تزيد وبرضه هنتابع معاها وهنعمل لها فيديوهات. اهم حاجه يا جماعه تتابعونا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد.